شراكة استراتيجية بين المغرب وإندونيسيا تمكنهما من تنويع وتوسيع قطاعات التعاون بينهما، بما في ذلك التعاون الأمني والبرلماني والإقليمي، وكذا التعاون داخل المنظمات الدولية. وتهم قطاعات التعاون أيضا الشراكة الاقتصادية والتعاون الإنمائي والثقافي والعلمي والتقني والاجتماعي، بالإضافة إلى الهجرة والتعاون القنصلي وكذا التعاون الثلاثي. تأتي هذه الزيارة بعد أشهر قليلة من حصول المملكة المغربية على صفة شريك الحوار القطاعي لدى آسيان، وذلك بدعم واضح من جمهورية إندونيسيا التي تترأس مجموعة آسيان برسم سنة 2023. وأود أن أشكر إندونيسيا وأشكر بالخصوص السيدة الوزيرة على دورها الهام ودعمها الشخصي حتى يصبح المغرب الدولة العربية والإفريقية الأولى اللي كتحصل على صفة شريك حوار قطاعي لدى مجموعة آسيان. هذه الزيارة الثنائية الأولى للسيدة الوزيرة اللي جات المغرب ولكن في إطار اجتماعات دولية، وهذه ربما الزيارة الأولى لوزير خارجية من إندونيسيا للمغرب، فهي إذن زيارة تاريخية لأن أول وزير خارجية إندونيسي كيزور المغرب في زيارة ثنائية. وأنا سعيد أنها تكون صديقتي ريتنو هي أول وزير خارجية اللي كيقوم بهذه الزيارة في إطار علاقات قوية وعلاقات متميزة وعلاقات قائمة على تضامن حقيقي، على تقارب في وجهات النظر، وعلى صداقة اللي فيها القول وفيها الفعل، وهذا اللي كيميز العلاقة المغربية الإندونيسية. ومن جانبها أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية على أهمية العمل أكثر لتجسيد هذه الشراكة على أرض الواقع. هي زيارتي الأولى كوزيرة للخارجية الإندونيسية، لكنها في الواقع ليست زيارتي الأولى للمغرب. يسعدني جدا أن أتواجد معكم هنا اليوم على إثر زيارتكم الرسمية التي قمتم بها إلى إندونيسيا في 2019. يسعدني أيضا أن نتمكن اليوم من الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستويات أعلى صوب شراكة استراتيجية. يجب حقا أن تظل شراكتنا الجديدة هذه شراكة ملموسة تعود بالمنفعة على شعبينا. إندونيسيا هي شريك موثوق للمغرب، وكلانا يشيد بالمبادئ الثابتة المتمثلة في احترام سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها.